فناننا الجميل استاذ ايمن زيدان، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. ايه رايك في المهرجان كفنان اولا وكعضو لجنه تحكيم ثانيا؟ هلا المهرجان في يواجه بعض التحديات بمصادر التمويل بالدعم. مهرجان يعني كان مهرجانا خجولا بعض الشيء لكن طموح. في كم من الافلام المشاركه، في قسم منها الافلام جيده وملفته ومهمه. وأنا شخصيا متحمس للمهرجان لأنه فضل هو زي ما بيقولوا يعني المهرجان اليتيم أو شبه اليتيم للأفلام القصيرة. لجنة التحكيم حاولنا أن نكون موضوعيين لأقصى الحدود، حاولنا أنه أن نكون يعني أقرب للأنصاف بالتحكيم. بحب أقول بهالمناسبة ليس كل الأفلام التي لم تحصل على جائزة هذا لا يقلل من قيمة التجربة. في أفلام ملفتة وجيدة، ونتمنى دائما يكون في حضور للفيلم القصير والفيلم التسجيلي بشقين، يعني التسجيلي والروائي القصير، لأنه الأفلام القصيرة بتشكل الحقيقة ركن أساسي من أركان يعني المستوى العام عامة للأفلام. أنا أعتقد أنه بيتراوح بين المتوسط والجيد. عموما نتمنى طبعا أنه يكون يعني هو محفز لتطوير ان شاء الله تجربه الافلام القصيره. طب من ناحيه المهرجان يا فندم، من ناحيه التنظيم بتاع المهرجان والماده الفيلميه الافتتاح، يعني هلا هو انه خلينا نقول انه هو مهرجان استطاع ان يستقطب اكثر من 170 عمل يشاركوا فيه. في بعض الأعمال من خارج الوطن العربي، معناه هو مهرجان طموح، لكن نحن ما لازم نقول أو نعطي الأشياء أكبر من حجمها على الأرض. لا، هو مهرجان طموح. الناس اللي فيه ناس لديه دافع، عنده دافع حقيقي إنه تعمل مهرجان مختلف، وإن شاء الله يا رب الأيام القادمة بيكون المهرجان أفضل وأكثر تطور. إن شاء الله يبقى أكثر تطور طول ما حضرتك معانا إن شاء الله. شرفتنا ونورتنا يا فندم. شكرا يا فندم.